السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نعمة الصديق. النهاردة زي ما انتم شايفين هنعمل السجق البلدي في البيت، بنظافة البيت وحلاوته. وهنعمله بكل سهولة، ومش هتشتروه من عند الجزارين تاني. بس قبل ما نبدأ وصفتنا نسمي الله ونصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اول حاجة هيكون معايا كيلو من اللحمة المفرومة، وربع كيلو من اللي الضاني، وربع كيلو من الفول الصويا. طبعا ده منقوع ومغسول، ومعايا نص كيلو من الفلفل الاحمر البلدي، ومعايا بقى بصلاية وتوم مفروم. التوابل عبارة عن معلقة كبيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة كبيرة من البابريكا، ومعلقة كبيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من الزعتر، ومعلقتين كبار من توابل السجق، ودي بتبقى موجودة عند العطار ومتوفرة. بعد كده بنجيب الكبة بتاعتنا ونبدأ نقطع الفلفل الأحمر بالشكل دوت، علشان نضربهم كويس جدا. وطبعا أنا معايا كمان قرنير من الفلفل السبايسي، لو مش عايزة تحطيه براحتك خالص. ونحط البصل والثوم، وكله هنفرمه مع بعضه، عايزاه يكون فرم ناعم. وبعد ما بفرم الفلفل الأحمر بالشكل ده، ببدأ احط اللي هي الضاني بتاعتي واحدة واحدة بحيث انها تتفرم مع المكونات. طبعا دي بتكون مش في الفريزر، يعني مش متجمدة، علشان تعرف تتفرم معانا. وبعد كده برضو ابدأ احط بقى اللحمة بتاعتي واحدة واحدة، واحط كمان الفول الصويا. آه، طبعا ده مكونات او مقادير كيلو من اللحمة المفرومة. عايزة اقول لكم ان كيلو من اللحمة المفرومة اداني 3 كيلو من السجق. هيكون معايا بالشكل دوت الهنك بتاع الخروف. طبعا ده خروف، ده هنك ضاني. وبجيب اي قمع كده وببدأ ادخله كويس جدا حبة حلوين علشان ما يفلتش مني. وبعد كده ابدأ احشيه باللحمة المفرومة اللي احنا حشيناه، اللي احنا تبلناها دي. واعمله بكل سهولة بالشكل ده. طبعا بيبقى فيه مكبس برضو بيتباع، بس انا ما لقيتوش عندي. ده ممكن تجيبوه من العتبة، برضو بيسهل جدا. والطريقة دي برضو سهلة قوي، يعني مش صعبة في حاجة، هي شبه السجق بالظبط، سوري، الممبار بالظبط. طبعا الهانك ده بيبقى موجود عند الجزار، بيتباع ومتوفر، وفي انواع كتير، يعني في مش ضاني، في بتاع معيز، بس ده بتاع لحمة ضاني يعني. بيدي طعم حلو جدا في السجق، وكمان احسن من اللي انا بشتريه جاهز كتير جدا يعني. ابدا احط كل المكونات بالشكل ده، انا بوريكم بس عشان تبقوا عارفين الخطوات كويس جدا. ابدا ادخل اللحمه المفرومه بالشكل ده. وعايزه اقول لكم ان الطول اللي انتوا عايزينه، يعني ممكن تخلوه طويل قوي او ان انتوا تقصروه. بس طبعا انا بعمله وسط، انا بعمل الوسط علشان خاطر يسهل عليا ويسرع كمان في الحشوه بتاعته، ويبقى يعني سهل واخلص بسرعة. ما ببقاش ملياه قوي، يعني مليان بس مش قوي علشان خاطر ما يفرقعش مني لما اجي استخدمه. وعلشان كمان لما اجي اقص الوحدات اعرف اعمل بين كل واحد والتاني فواصل كده. طبعا انا بوريكم اللي انا عملته اهو، هعمل كل الكميه بالشكل ده. وعايزه اقول لكم برضو تاني ان الكيلو اللحمه المفرومه ده اداني 3 كيلو من السجق، انا وزنته بعد ما خلصت. وادي الكميه اللي انا خلصتها بعد الحشو. بجيب بقى خله من السنان كده وابدا انغس كده فيه. ليه بعمل كده؟ علشان لما اجي احمره على النار او ان انا اعمله في الفرن ما يفرقعش مني، وينزل الدهون بتاعته. وانا بعمله من غير ما بضيف له اي دهون تاني خالص، مش سمنه ولا زيت ولا اي حاجه، بحطه على النار وهو يبدأ ينزل الدهون بتاعته ويحمر نفسه منه فيه. طبعا طعمه حلو جدا. انا بوريكم بس لو انتوا عايزين تعملوه زي الشكل اللي هو بيبقى عند الجزار، بتبدأوا تتكوا بايدكم كده على المكان وتبدأوا تتنوه بالشكل ده، وبتدخلوه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وتعملوا الكمية اللي انتوا عايزينها بالمنظر ده.
طبعا هو الافضل ان احنا ما نيجي نحمر نقصقص من الاماكن دي علشان كل واحد يتحمر لوحده، وفي نفس الوقت اعرف اقلب فيه واعرف اعمله لكم يعني او تعملوه. آه، كده يعتبر هو خلص. ابدا اعمله كله بالشكل ده واحطه في الفريزر. طبعا هو بيديني كميه كبيره جدا، بينفع للمصايف، بينفع للاكلات السريعه لو انت مش عايزه تطبخي. يتعمل جنبه مكرونه، سندوتشات كده بطحينه، يعني في كل الاوقات ينفع. من الاكلات الحلوه جدا وكمان موفره جدا جدا ويعني منجزه. اعملوه، ولادكم هيحبوه قوي. ونضيف كمان، عارفة انتي حاطة جواه ايه وعارفة انتي منضفاه ازاي. طبعا احنا بننضفه كويس جدا وبنحط له ليمون وخل و... ودقيق وننضفه بحيث ان هو يبقى مفيهوش اي حاجة خالص. وبعد كده بنبدأ نحشيه وهو ملهوش ريحة خالص. هو احلى كتير جدا من اللي بيتباع بره. ادي الشكل النهائي زي ما بيتباع عند الجزار بالظبط. تقدروا تعملوا كل الكمية بالشكل ده. هوريهولكوا بقى هو بيتحمر على النار قد ايه هو بيطلع حلو قوي وبينزل دهونه ومن غير اي اضافات خالص. في صلصه كده على النار احط حبه كده زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم تقدروا تقصوه وحدات، وابدا انغزه كده بالايه بخلة السنان كده. بحيث ان هو وهو على النار هيبدأ يخرج الدهون بتاعته، وهتشوفوا كمية الدهون اللي هتنزل منه قد ايه. وهي بتتحمر منها فيها، يعني مش بنحتاج نضيف اي مادة دهنية تاني خالص. طعمه حلو قوي و حلو ومنجز جدا. تاخدوه في الرحلات، تاخدوه في المصايف. من الاكلات الحلوة في الصيف يعني. زيه زي الهمبرجر، سوسيس والكلام ده كله. وكمان انت اللي هتبقي عاملاه في البيت. اعمل لك كميه كبيره. اللي هيتبقى من الهانك بتاعنا هنحطه في علبه وفيها شويه ميه ونحطه في الفريزر. بيقعد من السنه للسنه، ما بيجرالوش اي حاجه. يعني انا الكيلو من اللحمه المفرومه عمل لي كميه حلوه، واتبقى كمان منه حطيته في الفريزر. ادي شكله بعد ما اتحمر تحفه جدا. ادي اللي على الجنب ده متقصقص، شكله حلو قوي وطعمه كمان روعه. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من القناه. وما تنسوش تدعوا المازن يبني بالرحمه والمغفره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.